بدأت بقى كده رصيت السفرة وحطيت حاجات السخن علشان ابدأ اعمل بقى الفطار واطلعه على طول. بصوا انا هنا حطيت بس الكوستر وشوكة وسكينة ومعلقة، وهجيب اطباق الشوربة كمان بس كده. وحطيت كمان الهولدرز بتاعت المناديل، فكده الشكل كله. تعالوا بقى كده ندخل على المطبخ نبدأ نحضر الأكل. أول حاجة أنا عندي هنا أكياس لحمة مفرومة طلعتها تفك، وعندي ده عرق لحمة فعملت له هنا خلطة كده من البهارات. مجهزة بقى خلطة بهارات، حاطة ملح وفلفل قرفة وبهارات لحمة وجوز الطيب ورشة صغيرة من القرنفل والحبهان البودر. دي كده بصوا بتبقى كمية بنة كبيرة شوية، بس طبعا عشان تغطي العرق كله. وقشرت هنا توم علشان انا بحب جدا افتح فتحات في العرق واحط التوم، وبعدين بعمله كده مساج بقى بالتوابل واسويه. طبعا هو الجزار اللي ربطهولي ومظبطه، فانا بس يا دوب هعمل فتحات صغيره واحط فيه التوم. انا كنت عامله عرق معاكم قبل كده، فعشان كده مش عايزه اضيع قوي الوقت يعني في طريقته بصراحه، وعايزه الحق. بصوا بحط كده، افتحها بس شويه تمام. بمشي بقى فيه كله كده، وبعدين بعمل له مساج بالبهارات. طيب هعمل العرق ووريكم كده الفراخ كمان اللي عملتها علشان اسوي بقى مره واحده. كده خلاص بعد ما حمرت العرق وحطيت زعتر وروزماري وشويه توم وبصل عشان الصوص اللي انا عايزه اعمله بعد كده. احط بقى ميه مغليه توصل يعني لنص العرق تمام كده. هغطيه بقى بفويل وادخله الفرن، بياخد مثلا ساعتين ساعتين ونص على حسب طبعا الفرن. وكل المية دي هتبدأ تتبخر وتسويه، وهتلاقوا بقى بهارات تحفة. تعالوا كمان بقى اوريكم الفراخ عشان ادخلها الفرن بنفس التوقيت يعني، ويبقى الاكل كده بيستوي مع بعضه كله. وطبعا لما الاكل بيستوي احنا بنحس ان احنا مرتاحين يعني. انا بصراحه ما كانش عندي وقت ان انا اطلع حاجه اتبلها خالص، فانا اعتمدت على الحاجات اللي كانت في الفريزر. يعني هتشوفوا طول التحضيرات يعني حاجات كانت في الفريزر. فانا كنت جايبه دي من تمري، دي اسمها تتبيله شرقي. دي فرخه كامله، فرخه كامله من تمري. مجرد بس ان انا فتحتها، هي فرخه صغيره عشان بس نبقى متفقين. ده كده شكلها. حطيتها في الصينيه وانا زودت شويه ميه عشان انا بحب اتاكد من التسويه. هما المفروض قايلين ان هي ما بتحطش ميه او ان هي تتشوي على الشوايه تمام. فهدخلها الفرن وهدخل عرق اللحمه الفرن، يبقى الاتنين دول بيستووا نكون بنعمل حاجات تانية. هنا بقى جيت كده عشان كنت سلقه عكاوي، كنت عايزه اعملها طاجن يبقى طعمها حلو وتاخد كمان ريحه حلوه. فحطيت هنا بس بصل كده شوحته، وانا مقطعاه يعني كبير مش صغير لانه لسه هيدخل الفرن فهيتهرى شويه يعني. وحطيت عليه بقى شويه توم كده لما دبل. وانا كنت متبله الشوربه، فهحط هنا بهارات قليله قوي، بس ما كنتش حاطه ملح في السليق، فهحط ملح وفلفل اسود. بصوا شكل شوربه العكاوي بتبقى دسمه جدا، فعشان كده انا يعني شلتها وهاخد منها بس مقدار قليل قوي. بس هنزلها برضو اشوحها، وانا حاطه معلقه صلصه كمان على البصل والثوم، بس معلقه واحده صغيره عشان ما يبقاش بالطماطم يعني. هبدأ بقى كده احطه في طاجن، وحطيت عليه روزماري، وهدخله الفرن متغطي بفويل يغلي بس غلوتين، واشيله عشان وشه يتحمر. بصوا شكله اصلا يعني تحفه.
جيت هنا بقى عملت رز. طبعا انا ملحقتش اصور بجد، كان الوقت مضغوط جدا. ده رز عاملاه بالبسله والجزر، وحطيت له لحمه مفرومه ومكسرات وسبرينج رولز بقى، وده عرق اللحمه والفرخه، بس بصوا صغنطوطه جدا بس طعمها كان حلو. وعملت كمان شوربه كريمه ومشروم وكان فيها قطع فراخ صغنططه كده. وأدا طاجن العكاوي، بصوا شكله بقى اما بياخد وش كده في الفرن بيبقى حلو قوي قوي قوي، والحمد لله عجب اللي دقوه يعني كلهم. وعملت جنب العرق اللحمة الصوص بتاعه من قلت لكم المية اللي بتفضل فيه ضربتها بالهاند بلندر وزودت لها كريمة، وكنت عاملة لسان عصفور كمان. بصوا يعني انا عملت كميات قليلة، ده الصوص اهو. آه، بس يعني الحمد لله كفت وفضلت برضو عندي، لان انا ما كانش عندي حد غريب، فيعني كنا عيلتنا يعني في بعضها، فما زودتش على حسب افراد الاسره. بصوا قطايف حادقه، يعني كنت عامله حاجات اللي احنا بنحبها، ما كترتش، بس الحاجات اللي احنا بنحبها. بصوا يعني الحمد لله كان الاكل طالع حلو. بس الصوص بتاع اللحمه كان حادق قوي مني، فخدوا بالكم بقى وانتوا بتعملوه، لان ممكن يكون حادق. بعد بقى ما اليوم كده خلص، دخلنا بقى نعمل الكحك علشان برضو نلحق. كل سنة وانتوا طيبين، رمضان خلاص، يعني انا بتكلم النهاردة الاتنين، فخلاص الدنيا خلصت ان شاء الله بكرة الوقفة. فعملنا الكحك كده. طبعا نزلنا مقادير الكحك بدل مرة كذا مرة على القناة، فما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو. انا قلت بس اعيشكم كده الجو معايا، وحاولت اعمل كحكات صغيرة قوي انا واختي علشان لما تدخل تبقى يعني حجمها حلو. بس لما طلع في طبعا كحكات كبيرة، بس احنا بنحب الكحك يكون صغير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب، واشوفكم على خير في فيديو جديد.